بسم الله والحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فمر معنا في الدرس المتقدم كلام على فضل كلمة التوحيد وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ومما مر معنا وقلنا في أثناء الدرس أننا مأمورون بالاتباع لا بالابتداع. وقد قال الصحابي الجليل، وهذا الأثر عن الصحابي قد سطره العلماء في كتب العقيدة كلمعة الاعتقاد وغيرها، وهو ابن مسعود يقول: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ما جاء في الكتاب والسنة، ولا تبتدعوا أي لا تأتوا بأشياء ليست في الكتاب ولا في السنة، فقد كفيتم أي كفاكم ما جاء في الكتاب والسنة، فهو شاف كاف كامل لا نقص فيه بوجه من الوجوه. فمن ابتدع شيئا في دين الله فقد اتهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قصر في البلاغ ونقص، وإن لم يتهمه بلسان المقال لم يقل قصر، لكن اتهمه بلسان الحال، فهو أتى بعبادة لم يأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه يقول بلسان حاله: ها أنا عرفت هذه العبادة ولم يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم، ها أنا أعمل بهذه العبادة وهي لم تأتي عن النبي، لم يأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حفظه الله: فصل: صفة الصلاة باختصار، أنه شرع في ذكر أركان الإسلام، ومر معنا الركن الأول، وكذلك شرعنا في الركن الثاني وهو الصلاة، وتقدم بأنه ذكر أن إقامة الصلاة على نوعين اثنين: إقامة حسية ظاهرة، وإقامة معنوية باطنة. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في رسالة له في صفة الصلاة مع بعض الاختصار والتصرف مني، أي اختصر ما ذكره العلامة ابن عثيمين رحمه الله في رسالته، وكذلك تصرف، أي هو حفظه الله المؤلف تصرف فقدم وأخر وزاد وأنقص. قال: كيفية الصلاة؟ قال: أن يستقبل القبلة بجميع بدنه بدون انحراف ولا التفات. هذا يعني شرط من شروط الصلاة، يستقبل القبلة بدون انحراف، يستقبلها بجميع بدنه وجهه، ويعني الذي في الأمام لا ينحرف لا يمينا ولا يسارا ولا يلتفت، فالالتفات كما جاء في حديث عائشة: واختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، فلا يجوز الالتفات. قال: ثم ينوي الصلاة التي يريد أن يصليها بقلبه بدون نطق بالنية. نعم، ينوي الصلاة أن يعني هذه صلاة فرض أو صلاة نفل، لكن بدون النطق، بل حتى
بدون النطق جهرا ولا سرا، لا جهرا نطق بالنية، نويت أن أصلي كذا كذا، هذا نطق بالجهر، أو سر يعني اسمع نفسه فقط، هذا لا يجوز. النطق بالنية بدعة، النطق بالنية بدعة، لأنها يعني النية محلها القلب، النية محلها القلب، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أنهم ينطقون بالنية إلا في عبادة واحدة وهي الحج والعمرة فقط، الحج والعمرة، مع أنها ما يقول نويت، وإنما التلبية وهي نية، تلبية لأجل أن يفرق بين يعني الحج والعمرة. وكذلك يعني هذا الحج والعمرة واجب مرة في العمر، العمرة واجبة على الصحيح، واجبة مرة في العمر، وكذلك الحج يعني لمن استطاع واجب مرة فقط في العمر، فلذلك يظهر النية. أما الصلاة والصيام والزكاة تتكرر، فالصلاة وجميع الأعمال يبطن يعني ينوي بقلبه. كيف ينوي؟ كيف أنوي أنا؟ الآن أنت مثلا في باب الصيام، باب الصيام شهر رمضان، بعضهم يجتمع في أول ليلة من ليالي رمضان ويجتمعون ويرددون نويت أن أصوم شهر رمضان. من قال لكم أن هذا كان يفعل؟ من قال لكم أن هذا العمل مشروع؟ من فعله؟ ما أحد فعله، ما أحد فعله، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعي التابعين. القرون المفضلة ما كانوا يفعلون هذه يعني البدعة، جاءت بعد. إذن هؤلاء يزعمون أنهم أفضل من الصحابة، يزعمون أنهم أفضل من الصحابة، يقولون لا نحن يعني هذه النية لابد، إنما الأعمال بالنيات. طيب إنما الأعمال بالنيات، أيش الصحابة كانوا يعملون بدون نية؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني بين للصحابة هل كان يصلي بدون نية أو يصوم بدون نية؟ لا. إذن دخل شهر رمضان، خلاص في نفسي أني أصوم، عزمت على الصوم، في نفسي عزمت على الصوم، هذه نية. أقوم أتسحر، آكل وجبة السحور. لماذا أتسحر؟ لماذا أتسحر؟ لماذا أنت تأكل وجبة السحور؟ لأجل أن تصوم. هل تقوم في ذلك الوقت تأكل وجبة السحور لأجل أنك فقط جائع في هذا الوقت، لأجل أنك جائع؟ قد يكون جائع، لكن لماذا هذا الوقت؟ لماذا قبل رمضان تقوم حتى إذا أنت جائع ما تأكل في ذاك الوقت، تنتظر إلى بعد صلاة الفجر؟ صح؟ لماذا تقدم هذا الوقت؟ لأجل أن هذه نية، لأجل أن تصوم، هذه نية تكفيك. يأتي إلى الصلاة قبل الصلاة نويت أن أصلي الظهر 4. لماذا تنوي؟ لماذا تنطق بهذا؟ هو يقول لأجل أن يعلم الله أني طيب عادك أخبر، نويت أن أصلي الظهر 4 في مسجد فلان في الدولة الفلانية في المدينة الفلانية. أيوة أخبره، الله يعلم أنك ستصلي، ما يحتاج إلى هذا النطق. خرجت من بيتك جئت تأتي إلى المسجد في وقت الظهر، ماذا تريد أن تفعل؟ تلعب في المسجد؟ تريد أن تلعب في المسجد أو ماذا تريد؟ تصلي ماذا؟ تصلي العشاء؟ خرجت من بيتك وقت الظهر، أذن الظهر، تريد أن تصلي في المسجد، صح؟ طيب خلاص هذه الصلاة، نويت الصلاة. طيب تريد الآن في وقت الظهر تصلي العشاء أو ستصلي الفجر؟ ماذا ستصلي؟ الظهر. هذه نية. اتيانك من المسجد من البيت إلى المسجد في هذا الوقت نية، عزم، ما يحتاج نويت أن أصلي. وهذا من التشدد
تكلف. وهذا يعني هنا يعني فائدة تذكر، أن كثير من الناس يعني بسبب الجهل يصفون أهل السنة بالتشدد، هؤلاء يحرمون وهؤلاء يشددون على الناس. أي تشديد؟ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في المقابل الذي يقول لابد أن تنوي، إذا لم تنوي صلاتك باطلة، إذا لم تنوي صيامك باطل، هؤلاء هم المتشددون صحيحا، هؤلاء الذين يشددون. ليس الذي يقول لك يعني افعل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم متشدد، لا، الذي يقول لك افعل كذا ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو المتشدد. يأتي إلى الوضوء، نويت أن أتوضأ، زد من ماء الفلان، من القصبة الحنفية الفلانية، وهذا الماء يأتي من بئر كذا، زد عادك. لماذا فقط تقول نويت أن أتوضأ؟ إذن فلا ينبغي أن يتنطع العبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول هلك المتنطعون، أي المتشددون، وهم الذين يأتون بشيء لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي في القرآن. قال ثم يكبر تكبيرة الإحرام فيقول الله أكبر ويرفع يديه إلى حذو منكبيه عند التكبير، أي الله أكبر يرفع يديه إلى حذو منكبيه إلى أطراف الأذنين. له صفات، هكذا تكون الإبهام مقابل الأذنين، أو تكون أطراف يعني الأصبع الوسطى، أطراف الأصابع مقابل الأذنين، أو هكذا تكون أطراف الأصابع مقابل الكتفين. صفات في رفع اليدين، عند تكبيرة الإحرام، وكما سيأتي عند الركوع وعند الرفع من الركوع. قال وهنا يعني تذكر فائدة يعني في مسألة النية. قد يقول يعني العلماء، يعني يقول العلماء أنه لا تظهر النية إلا في الحج والعمرة. قد يقال حتى في الحج والعمرة ليست نية تام، وإنما هذه التلبية بمثابة تكبيرة الإحرام في الصلاة، تساوي تكبيرة الإحرام في الصلاة. أنت الآن عندما تلبي تدخل في النسك، وهكذا تكبيرة الإحرام عندما تريد أن تصلي تكبر تكبيرة الإحرام. قال ثم يضع كف يده اليمنى على ظهر كف يده اليسرى، يضع كف يده، هذا الكف من الرسغ إلى أطراف الأصابع، هذا الكف على ظهر كف يده اليسرى فوق الصدر، وله أن يضعها حيث ما شاء، فوق الصدر أو تحت الصدر. ويعني كيفيات أيضا وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى يعني غير هذه الكيفية، وهذا ليس موضع بسط هذا، وإنما بذكر للاختصار، أي وضع يعني ليس مكانه أن يبسط كيفية الصلاة وصفة الصلاة، وإنما من باب الاختصار. قال ثم يستفتح فيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وهذا أصح حديث، هذا أصح حديث في باب يعني في دعاء الاستفتاح، جاء من حديث أبي هريرة متفق عليه. قال أو يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. هذا يضعفه بعض العلماء، منهم شيخنا عبد الرحمن ابن مرعي العدني رحمه الله تعالى. وهناك أدعية أخرى غير يعني دعاء الذي جاء في حديث أبي هريرة، لكن هذا أصح يعني متفق عليه. هناك أدعية وهي صحيحة من دعاء الاستفتاح، من أدعية الاستفتاح، جاءت من حديث أنس بن عمر وغيرهم. قال ثم يتعوذ قبل يعني بعد الاستفتاح يتعوذ، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أن الله عز وجل يقول في كتابه الكريم فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم يبسمل، أي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة ثم يقول آمين، أي بعد الانتهاء من الفاتحة، يعني اللهم استجب، أي معنى آمين اللهم استجب. وهنا أيضا
يعني تذكر فائدة في مسألة يعني الجهر بالبسملة. جاءت أحاديث، جاء من حديث أبي هريرة لكن يضعفه العلماء في الجهر بالبسملة، والإصرار بها جاء من حديث عائشة عند مسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالحمد لله رب العالمين، لا يذكر بسم الله في أولها ولا في آخرها، لا يجهر، معناه لا يذكر أي لا يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وإلا بسم الله الرحمن الرحيم يعني هي آية الصحيح أنها آية منفصلة في بداية كل سورة إلا سورة التوبة، بالإجماع أنها ليست آية من سورة التوبة، وبالإجماع أنها آية من سورة النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، واختلفوا هل هي آية من كل سورة أو لا. الصحيح أنها آية منفصلة يعني أتي بها للفصل بين الصور، وليست آية من الفاتحة، ليست آية من الفاتحة، هذا هو الصواب. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، أي كما سيأتي قراءة الفاتحة. قال: فإذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني عبدي، وإذا يعني قال مالك يوم الدين قال، أو إذا قال الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ثم الثلاث قسمت الصلاة أي جعلتها نصفين، ثلاث الآيات الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، هذه ثلاث آيات صح. الرابعة قال هذه بيني وبين عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين. إذن بقي للعبد ثلاث آيات: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آية. صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية. هذا هو الصحيح لهذا الحديث. فالفاتحة هي 7 آيات بلا خلاف، لكن منهم من يقول أن البسملة آية ويجعل صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، والصحيح أنها ليست بآية البسملة من الفاتحة، وأن صراط الذين أنعمت عليهم آية وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آية، لهذا الحديث. ويأتي قائل ويقول أنتم لا تبسملون، وهذه مسألة يعني ما فيها يعني هذه مسألة البسملة لا يقام عليها يعني تفريق وتحزيب وتبديع، لا، هي مسائل فقهية لا بأس قرأتها، لكن الآن أصبح أن هذه من صفات أهل السنة، مما تميز بها أهل السنة أنهم يسرون بالبسملة، وإلا إذا جهر بالبسملة أحد يعني أخذ ما فيها شيء. حتى مثلا إذا جئت إلى مسجد وهذا المسجد قدموك إمام وتعرف أنهم يجهرون بالبسملة، الأسلم أن تجهر بالبسملة مراعاة لهم، وهذه من باب الدعوة أن تجهر بالبسملة. هم يجهرون بالبسملة، قدموك إمام، اجهر بالبسملة لا تخالفهم. ما هي مسألة يعني فيها تبديع تحزيب، لا، هذه مسألة خلافية فقهية. فبعضهم يعني هذا من يعني الظلم والافتراء، أنتم ما تبسملون. كيف ما نبسمل؟ من قال لك؟ لابد أن يعني تسمع، لابد أن تسمع فقط. إذا سمعت يعني هذا يبسمل، أما إذا ما سمعت أنت خلاص ما يبسمل. هناك إصرار بالبسملة. قال ثم يقرأ ما تيسر من القرآن بعد قراءة الفاتحة. القراءة الفاتحة ركن، وما بعدها مستحب، ما بعدها مستحب. قال ثم يركع تعظيما
لله ويرفع يديه عند التكبير، أي يكبر الله أكبر ويرفع يديه ثم يركع. قال عند التكبير يلاحظوا منكبيه ويجعل ظهره مستقيما ورأسه يساوي ظهره، يجعل ظهره مستقيم ورأسه ليس بمرفوع وليس بمنخفض، مساو لظهره. ويضع يديه على ركبتيه مفرجة الأصابع، يفرج الأصابع هكذا على ركبته، يجعل أصابعه يعني متفرقة، يضعها على ركبته. ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم 3 مرات، أما لفظة بحمده ما ثبتت. ثم يرفع رأسه من الركوع قائلا سمع الله لمن حمده، ويرفع يديه حينئذ. هذه مواضع رفع اليدين عند يعني في الصلاة، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع. قال والمأموم يقول بدلا من ذلك ربنا ولك الحمد. للمأموم أن يقول سمع الله لمن حمده، الصحيح أن للمأموم أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد. وإذا لم يقل على هذا القول، قول العلامة ابن عثيمين وغيره، أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد فقط المأموم. أما الإمام والمنفرد لا بد أن يقول سمع الله لمن حمده. قال ثم يقول بعد رفعه ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ثم يسجد خشوعا لله السجدة الأولى، ويقول عند سجوده الله أكبر ولا يرفع يديه، ويسجد على أعضائه 7 ويجافي عضديه 7، الجبهة ومعها الأنف، هذا عضو واحد لا بد أن تضع أنفك. البعض يضع جبهته ويرفع أنفه، هذا لم يسجد، فإذا لم يضع أنفه في حال السجود فسجوده باطل، وإذا كان السجود باطل فالصلاة باطلة. لا بد أن تضع جبهتك وأنفك، هذا عضو. ثم اليدين، تضع يديك، هذا واثنين 3 أعضاء. ثم الركبتين 4 5، ثم أطراف القدمين 6 7، أطراف القدمين تضعهن، لا ترفعن. بعضهم يركع ويرفع رجليه من الخلف، لا يضع أصابعه، هذا إذا لم يضع أصابعه في السجود أبدا فسجوده باطل. ويجافي عضديه إذا لم يكن عنده أحد، كان يكون منفرد أو إمام، يعني يجعل يديه هكذا، يجافي عضديه، هذا العضد وهذا، يعني يبعدهما عن جسمه. أما إذا كان بجنبه أحد فلا يؤذيه. لا يجوز العمل بالسنة إذا كان فيها أذية، لا يجوز العمل بالسنة إذا كان فيه أذية، لأن السنة مستحب والأذية محرمة، إذن هذه قاعدة يذكرها العلماء، معناها لا يجوز العمل بالسنة إذا كان فيها أذية، إذا كانت تؤذي لا يجوز العمل بها. القبلة. قال ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وأما بحمده لم تثبت 3، هذا المستحب، الواجب 1 فقط. قال ثم يرفع رأسه من السجود قائلا الله أكبر، ثم يجلس بين السجدتين على قدمه اليسرى وينصب اليمنى، وله أن ينصب اليمنى واليسرى ويجلس عليهما كما جاء عن ابن عباس، يجلس على يعني ينصب يده رجله اليسرى واليمنى ويجلس بيليتيه على القدمين. أما المنهي عنه فهو أن يجعل رجله اليسرى هنا واليمنى، يعني يفرق بين رجليه ويقعد على الأرض، هذا المنهي عنه، الإقعاء المنهي عنه هذا. أما الإقعاء الذي أن يجلس على رجليه ينصب رجليه
ويجلس عليهما هذا ليس منهي عنه، بل من السنة كما جاء عن ابن عباس. إنما المنهي أن يجعل يده اليمنى على فخذه الأيمن ويده اليسرى على فخذه الأيسر، هكذا مرسلتان في الجلسة بين السجدتين، ويقول رب اغفر لي، هذا هو الثابت، يقول ربي اغفر لي. وفي التشهد يقبض أصابعه ويشير بالسبابة، يقبض أصابع يده اليمنى ويشير بالسبابة. قال ثم يسجد الثانية كالأولى ثم يقوم للركعة الثانية وهي كالأولى، إلا أنه لا دعاء استفتاح لها، دعاء الاستفتاح فقط في الركعة الأولى. ثم يجلس مع السجدة الثانية من الركعة الثانية كما يجلس بين السجدتين، كما يجلس بين السجدتين، ينصب اليمنى أو ينصب كلا الرجلين ويضع يده اليمنى، يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة، ويضع يده اليسرى على رجله اليمنى هكذا مرسلة. ثم يقرأ التشهد التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فإذا كان في التشهد الأخير زاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم يدعو بما شاء، وأحسن أن يقول اللهم إني أعوذ بك، هذا واجب. إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من 4، حديث أبي هريرة، فليستعذ أمر، والأمر يفيد الوجوب. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. قلنا هذا الدعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك كما جاء في حديث معاذ وغير ذلك. يدعو بما شاء، وهو موطن إجابة للدعاء عند التشهد الأخير وقبل السلام، كما أن السجود أيضا موطن إجابة الدعاء. قال ثم يسلم عن يمينه قال السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك. وأذكر رأيت بالأمس مقطع فيديو يحزن المسلم صحيح، فيه تهاون، وإن صح القول استهزاء بالصلاة، إن صح القول فيه استهزاء بالصلاة، فيه لعب بالصلاة. رأيته الإمام يقوم إلى الركعة الثانية والمأموم ما زال في الركعة الأولى، ما زال قائم، سمع الله لمن حمده، قال سمع الله لمن حمده، والإمام قد قام للركعة الثانية. لعلكم رأيتموه، سرعة 120 200 فل سرعة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، حتى الإمام أستغرب كيف يكبر، أستغرب كيف يكبر. أين الخشوع؟ أين الطمأنينة التي هي ركن من أركان الصلاة؟ هذه صلاتهم باطلة، الأفضل لهم ألا يصلوا، باطلة الصلاة، هذه الصلاة باطلة ما فيها طمأنينة، لا قراءة، لا أذكار ركوع، لا أذكار سجود، لا أذكار جلسة بين السجدتين. الله أكبر، الله أعلم أيش قرأ، أنا فقط رأيت تكبيرات. بعدين المشكلة أن المأمومين كثر وراءه، كثير. أنا رأيت فقط تكبيرات الانتقال، الله أعلم ماذا يقرأ. أظن رأيت قبل فترة يقرأ صور قصيرة، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد، كيف يقرأها الله أعلم. أنا أظن ما أستطيع أن أقرأ مثله، كلكم يمكن ما تستطيعوا، لكن هو بسبب التعود، يقرأها بنفس واحد، الفاتحة والسورة التي بعدها، الحمد لله رب العالمين ما تفهم شيء ولا تفهم شيء ولا الضالين، آمين، قل أعوذ بالله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا ما هي صلاة، هذه لعب.
هذا ما هي الصلاة، هذا لعب بالصلاة. فإذا رأى العبد مثل هذا ينصح بالتي هي أحسن، اتق الله، نحن نصلي لماذا؟ الصلاة هي الصلة بين العبد وبين ربه، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو في حال الصلاة، حال السجود، تدعو الله، تذكر الله عز وجل. أما لا فيها ذكر، لا فيها خشوع ولا فيها طمأنينة. نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.